تأتي إشارة البداية من الحكم هيثم القصعي حاليا، وبداية اللقاء بكرة في التماس في تنفيذ المخالفة أرضية إلى بركات الحميدي داخل منطقة العملية، تعمل باس تري، والكرة حبوبي كان في القائم الأول، تغطية دفاعية ناجحة ومحاولة عكس الهجوم من جانب المستقبل الذي بالمرسى. كونتي في التغطية في وسط الميدان، الحكم يعطي أسبقية اللعب شادي الأمامي إلى من الله الحبوبي. من الله الحبوبي حاول المرور، مقطوعة الكرة. كونتي إلى الحباسي، حباسي بإمداد في اتجاه الحميدي، والباس الكروس ما يتعداش، يلقى قدامه زياد الجبالي يقتنص الكرة قبل ما توصل أمين الله الحبوبي. ثاني المحاولات ومصدر الخطر دائما بركات الحميدي أمام الإعادة. يخير العودة لأيمن العامري ومحاولة التصويب من بعيدة جانبية للقائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الهادي قعلول. جانبية التصويبة الأخيرة هي أمامنا الإعادة. بهاء الدين البرامي صوب من بعيد، كرة جانبية لمرمى الحارس الهادي قعلول. أيمن العمري يرفع كرة ديفياسيون من الشاشية والمتابعة، ثم كرة في الركنية، كرة في الركنية لفائدة المستقبل هذه بالمرسى. كادت تكون خطيرة على دفاعات السي اس اس الكرة والعملية الأخيرة. هي أمامنا الإعادة ديفياسيون، هذه العملية اللي جابت الركنية. عزيز الساحي هو اللي كان في المتابعة أمام نزار السميشي. كرة في المنطقة الدفاعية، ثم كما جاءت إلى نبي كامارا في اتجاه الحباسي. حباسي لكن في التغطية موجود الورسلي. كرة في التماس، حباسي يلعب كرة بسرعة في اتجاه منى الحبوبي. حبوبي داخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفائدة النادي الذي صفاقسي. الحبوبي يتعرض للعرقلة والحكم لا يتردد في إعلان ركلة جزاء لفائدة النادي الذي صفاقسي. كرة تلعبت بسرعة من تماس من الحباسي. كان تو تشاهدوا امامنا اكيد، تو تشاهدوا الاعاده. كره تلعبت بسرعه في غفله من دفاعات القناويه. امين الله الحبوبي في انطلاقته يتعرض للعرقله والحكم يعلن عن ركله جزاء لفتى النادي الذي صفاقسي. هيا امامنا الاعاده، تدخل من اللاعب رقم 25 بهاء الدين البراهمي، وضربة جزاء لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. على غرام أم زياد الجبالي، زياد الجبالي أم على غرام، يتقدم على غرام، يتقدم والهدف الأول، هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق على غرام من ركلة جزاء. افتتاح باب التسجيل من على غرام من نقطة الجزاء. 1-0 للنادي الذي الصفاقسي. هدف للصفر لفائدة النادي الذي الصفاقسي. التوقيع على غرام من علامة الجزاء. تتغير المعطيات، تتغير النتيجة. هيا امامنا الإعادة، كرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس زياد الجبالي، كان تبعها لكن بعيدة. كرة تحكم على البوتو كما نقولوا بلغة الكرة. هدف أول لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق علي غرام. إلى نبي كامارا، سيمولاسيون من نبي كامارا، يحاول تجاوز الدفاع، يتحصل على المخالفة. مجهود بدني وفني كبير برشا من نبي كامارا في العملية الأخيرة، يتسبب للاعب هادي سويد في ورقة صفراء هي الأولى في بداية هذا اللقاء. ورقة صفراء أولى يشهرها الحكم في وجه اللاعب هادي سويد. أمامنا الإعادة، نبي كامارا. التغيير الأول سيكون اضطراري يبدو لي، تغيير أول سيكون اضطراري فعلا. محمد عزيز الشاوش يغادر أرضية الميدان، يدخل مكانه اللاعب أشرف الجريسي.
هذا التغيير في تشكيلة المستقبل الذي بالمرسى. يصبح أيمن العمري ظهير أيمن في مكان محمد عزيز الشاوش. فعلا يعني أيمن العمري هو اللي أصبح ظهير أيمن. ربما الكوتش خالد بن يحيى حب دوزونا يربح يعني تغيير تكتيكي في تغيير اضطراري. قام بإقحام أشرف القريسي في وسط الميدان، في وسط الميدان الهجومي، ورجع أيمن العمري كظهير أيمن مكان اللاعب المصاب قلنا اللي غادر منذ لحظات محمد عزيز الشاوش اللي نتمنى له بالمناسبة السلامة. هذه الإعادة أمامنا للعملية الأخيرة. سانوغو كان في التدخل مع بركات الحميدي ثم مع الحبوبي. حكم كان أشهر بطاقة صفراء. الزوز لاعبين ما زالوا على أرضية الميدان يتلقاو الإسعافات يبدو لي، وأنه الكونتاكت الأخير اللي كان ما بين سانوغو والحبوبي كان قوي نوعا ما. هذا كامارا كذلك يتحصل على نصيبه من الورقة الصفراء. ورقة صفراء في وجه اللاعب نابي كامارا. الانطلاق من وسط الميدان ثم إلى سميشي يحاول التصويب والريبليس من أيمن العمري، والحكم يوقف اللعب. حكم يوقف اللعب. المخالفة كانت موجودة لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. هدف أبيض. هاي أمامنا الإعادة. تصويبة كانت استدمت بصفة عفوية. شاشية هو اللي كان في المتابعة ثم تصويبة قبلها إشارة الحكم، والصافرة كانت واضحة بوجود مخالفة لدفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. سميشي محتفظ بكورته. التوزيعة تمشي سهلة في دين الحارس محمد الهادي قعلول. كرة ملعوبة طويلة من الهادي قعلول في اتجاه من الله الحبوبي. تغطية دفاعية مؤمنة وموجودة من الزلي أو الورزلي. موجودة المخالفة في وسط الميدان لفائدة المستقبل هذه بالمرسى. أمامنا الإعادة والتوسيعة كانت من نزار السميشي سهلة تمشي في دين الحارس محمد الهادي قعلول. 4 دقائق كوقت بدل ضايع يضيفهم الحكم هيثم القصعي في نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط. ثم العمري يتجاوز شادي الهمامي ثم يتجاوز بركات الحميدي، والتدخل من بركات الحميدي يكلف الورقة الصفراء. برشا ورق صفر في هذا الشوط الأول ومن الجانبين الحقيقة. في بعض الأحيان تحسوا أنه ثم شوية اندفاع مبالغ فيه من جانب لاعبي الفريقين. كرة دائما في وسط الميدان عن طريق القروي مرفوعة إلى محور دفاع السياسيس. كرة على إثرها يعلن الحكم هيثم القصعي على نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي بهدف ل0. سجله اللاعب علي إغرام في الدقيقة 28 من علامة الجزاء. كرة ضربة جزاء كانت تحصل عليها أمين الله الحبوبي. عودة وإياكم أعزائنا مشاهدينا متتبعين على ديوان سبور المنصة في هذا النقل المباشر لمباراة الجولة الثانية من البطولة الوطنية. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. الشوط الأول كان انتهى لفايت السياسيس بهدف ل0. سجلوا المدافع علي إغرام من علامة الجزاء. أمين الله الحبوبي هو اللي كان تحصل على ركلة الجزاء نفذها بنجاح. هذا هو التغيير القادم. هذا هو اللاعب أمامنا على الشاشة ستيفان غنالي، اللاعب الإيفواري المنتدب الإيفواري الجديد في فترة الانتقالات الصيفية. انتقل إلى صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. وفي الخط الأمامي الحميدي والحبوبي. في هذه الآونة يعلن الحكم على بداية الشوط الثاني
من مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكرة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق بركات الحميدي، مقطوعة من الدفاع إلى سويد. محاولة المرور، حاول يفتح الزاوية، التدخل كان من على غرام. نزار السميشي مقلق، نزار السميشي لدفاعات السي اس اس. حكم يعطي شرطة تنفيذ، يتقدم على التوسيعة، تصطدم بجدار السد. الركنية منفذة في القائم الأول، والتدخل من هادي قعلول على مرتين، على مرتين هادي قعلول ياخذ كورته. هاي أمامنا الإعادة، الصعود من هادي قعلول على مرتين ياخذ كورته ويتفادى الخطر. كونتي، جنالي يحط بدنه على الكرة، بركات الحميدي، كرة عالية عالية، تصويبة بركات الحميدي على مرمى الحارس زياد الجبالي. ما ياخوهاش جنالي، ياخوها الحباسي. كرة في ظهر الدفاع في عمق دفاعات المرسى، ياخوها بركات الحميدي، والتدخل من عثمان القروي. تدخل بامتياز من عثمان القروي امام بركات الحميدي. مرفوعة الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه اشرف الحباسي. حباسي يعمل كنترول، حاول التجاوز والتوسيعة، والقائم الثاني حميدي برأسية جانبية بقليل مرمى الحارس زياد الجبالي. اخطر المحاولات من جانب النادي الرياضي الصفاقسي في هذا الشوط الثاني. رمية 6 أمتار تمشي لفائدة المستقبل الرياضي بالمرسى. امامنا الإعادة، ما ياخويش زياد الجبالي. بيرنجي مكان الحبوبي. هذا التغيير الثاني في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. ديبي بيرنجي مكان أمين الله الحبوبي. هاي أمامنا العملية اللي كان جاب من خلالها ركلة الجزاء. تعود لفائدة المستقبل الرياضي بالمرسى. التوسيع في القائم الثاني، والتدخل من محمد صالح المذبي. تدخل من محمد صالح المذبي امام مهدي بن عميره. كرة على 106 امتار. امامنا الريبلاي الاعاده، كان حاول يخلط عليها مهدي بن عميره، يتدخل كما جات شادي الهمامي الى الحباسي بلمسه في اتجاه بيلينشي، والحارس زياد الجبالي موجود. التوسيعة العرضية موجودة، والهادي قعلول موجود على مرتين، على مرتين هادي قعلول قبل مهدي بن عميرة. كاد يرتكب على خطأ قعلول، ضاعت عليه الأولى، خلطت عليها المرة الثانية. أمامنا الإعادة، كرة طويلة، ديبي بلجي كما جات، التصويب جانبية، جانبية الكرة لمرمى الحارس زياد الجبالي. حكم يوقف اللعب. التغييرات حاليا، شادي الهمامي وبركات الحميدي يغادران أرضية الميدان، ودخول وضاح الزيدي وفارس ناجي. نسيم شاشية هو اللي غادر أرضية الميدان، ومحمد عزيز الترايدي ينضم إلى زملائه فيما تبقى من عمر هذه المباراة. كورته في اتجاه وضاح الزيدي، ثم ستيفان جنالي. جنالي يرفع كرة في اتجاه الحباسي، حباسي يخلط على الكرة قبل ما تخرج. حباسي لابيل دو بال موجود من بيرينجي، لكن ما توصلوش، مقطوعة الكرة بعكس هجوم من جانب المستقبل الذي بالمرسى. مهدي بن عميرة كان خذا الكرة على الجهة اليسار، حكم كان واقف اللعب للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب المستقبل الذي بالمرسى. ربما هذه اللي اثار حافظة لاعبي القناوية. يتساءلوا ربما اللاعبية لماذا قام الحكم بايقاف اللعب لما كانت الكرة
في وضعيه هجوميه من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى. نشيط جدا منذ دخوله اللاعب مهدي بن عميره على الجهه اليسرى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. زياد جبالي يقوم بتنفيذ مخالفه التسلل، كره طويله تمشي مباشره الى حارس المرمى الهادي قعلول، لكن قبل ذلك مهدي بن عميره كان يرتكب مخالفه الدفع على اللاعب او المدافع علي غرام. التوزيع تعود من ايمن العمري، ثم محاوله التصويب من بعيد، موجود قعلول في الموقع المناسب. وضح الزيتي، توصل الكرة، وضح الزيتي الى عزيز السيحي، وجه لوجه مع الحارس، يضيع عزيز السيحي. ايش ضيعت يا عزيز يا سيحي؟ وجها لوجه مع الحارس زياد الجبالي، والتدخل والبراد اكثر من رائع من حارس مرمى القناويه، ينقذ فريقه من هدف ثاني محقق. كرة في الركنيه امامنا، الاعاده، عزيز السيحي يطلب كرة في الظهر توصل له، والبراد ولا اروع من زياد الجبالي ينقذ المستقبل الرياضي بالمرسى من قبول هدف ثاني. كوامي كونستون ينضم ك مدافع محوري ثالث مكان الحباسي. النية تتجه من المدرب نبيل الكوكي إلى الحفاظ على نتيجة من خلال التخلي عن متوسط ميدان هجومي والزج بمدافع ثالث في محور دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. مخالفة أو ركنية مرفوعة، التوغل داخل منطقة الجزاء، حكم يقول يتواصل اللعب، ما ثمش المخالفة على أيمن العمري. هيا من الإعادة، أيمن العمري حاول يتجاوز نصراوي، ما ثماش المخالفة. يعود إلى بهادي الإبراهيمي، الإبراهيمي يرفع كرة إلى عمق دفاع السياسيس، رأسية جانبية تمشي بعيدة على مرمى الحارس محمد الهادي قعلول. آخر الثواني، آخر العمليات، آخر الكرات في هذه المباراة. هادي قعلول يرفع كرة، على إثرها يعلن الحكم على نهاية المباراة بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي بهدف للصفر. هدف علي غرام في دقيقة 28 من زمن الشوط الأول. أعزائنا متتابعينا، كنتم معنا في نقل مباشر وحصري على ديوان سبور المنصة لمباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي. أكيد لنا معكم لقاءات في قادم المواعيد. إلى ذلك الحين لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.